السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم شاهدين كل حقوقي وكل ناشط. اليوم الثالث على التوالي في الشارع. دخلوا الناس بس عشان نتكلم. مش قلت لك مش هسيبك يا سيسي؟ انا قاعد لك. مش قلت لك انا قاعد لك؟ يا جدعان يا جدعان، سايبين واحد سرق خيرنا وخير بلدنا وشردنا بره وجوه وبهدلنا عشان بنقول كلمه وجعاه مجنناه عشان هو غلط في غلط من اول ما مسك الحكم، وانتوا قاعدين تتفرجوا يا شعب مصر. يا اخي عيب عليكم والله. طب خلينا بدل ما احنا كده مشردين بره وجوه ننزل نجيب حقنا. ما انا ليا حق في البلد دي. خلينا نقف لعبد الفتاح ساكسونيا ونديله في الالمونيا. منافق ده انا هوريك النفاق شكله ايه. يا هفق انا هفق يا خوازيق البلد، يا خوازيق يا حراميه. يلا يا عبد الله، والله العظيم كل الناس دي يا جدعان افاقين. والله الشعب المصري فيه افاقين كتير ومنافقين. اتفرجوا يا شعب مصر وكل واحد بيشوفني في اللايف. اليوم الثالث على التوالي. والامم المتحده على بالها بده. تمام، وانا قاعد القعده دي بس. والله ما اسكت عليك يا عبد الفتاح يا سيسي. قناه السويس اللي ضربها لكم دي عشان يسلمها، عشان يطلع نتنياهو يعترف بالسكك الحديديه اللي السعوديه والاردن شركاء في قتل الشعب المصري. سامعني يا شعب الاردن، سامعني يا شعب السعوديه، يرضيكم اللي بيحصل ده؟ قناه السويس تنضرب، قناه السويس تتضرب يا جماعه. اللي هي دخل قومي وامن قومي لمصر ودخل اساسي لمصر. تنضرب عشان اهله وناسه يعملوا سكك حديد وياخدوا منكم خيركم. مش عرفتوا ان انتوا شعب اهبل؟ شعب اهبل واهطل. يا شعب يهطل، قوم هات حقك يا شعب. خلينا ننزل نجيب حقنا. بدل ما توجه لاي بلد تاني وغصب عنهم هيعملوا لي اعاده توطين عشان اللي انا فيه ده قله ادب. تمام، اليوم الثالث على التوالي بالمنظر ده. عيب يا شعب مصر، عيب يا شعب مصر. اتشردتوا جوه وخليتونا بره متبهدلين ومتشردين. الشعب المصري كله هيبقى مشرد. وقلتها لك امبارح ان مصر مش هتبقى على الخريطه. جنبنا والله العظيم يا شعب مصر ان اسم مصر مش هيبقى على الخريطه. زي فلسطين بالظبط، زي فلسطين بالظبط. قناه السويس ضربها لكم، قناه السويس، وكل شويه يعملوا حوادث في قلب الممر الملاحي بتاعها. ليه بيعملوا كده؟ سالتوش نفسكم؟ عشان نتنياهو يطلع يعترف بالسكك الحديديه عشان ياخدوا الممر بتاعكم. وقناه السويس اللي اشتراها اكتر من 50% الامارات المندوبه، العرر، الخليج العرر اللي خدوا عراقكم وخدوا بلدكم وانتوا قاعدين مشردين فيها. ولسه مطالب ان الشعب المصري يقننوه 30-40 مليون يبقى خدام عند اسياد السيسي ولاد العم اللي بيخدم ليهم بكل اخلاص ووفاء. بيخدم ليهم الخنزير الصهيوني اللي من ولاد العم، اللي عمره لا كان مسلم ولا كان عربي ولا كان مصري، وانتوا قاعدين مبهدلين. ما شفتش حد من ولاد العم متبهدل في بلدان. انا ما شفتش حد من ولاد العم الا المسلمين، وانا واحد منهم اهو في الشوارع اهو. الا المسلمين. المشاكل والقواضي للمسلمين. تمام، الارهاب يتمثل للمسلمين، غير كده لا. مسلمين بس، مسلمين وعرب يدسوا بالجزم، وبالذات العرب وبالذات المصريين. صح، مصريين خليتونا تحت اسفل السافلين ولا نسوى شيء بسبب سكوتكم. بص يا حبيبي، والله لا مفر من النهبه شعبيه. مش تبقى مريح دماغك، لان انت اصلا لو فضلت ساكت هو مش هيسيبها ولو بالدم. عبد الفتاح السيسي جاي بالدم. تمام، ولو سابها وخرج خروج امن، وده مستبعده انا، لان هو اصلا السيسي يا يكمل يا يموت مقتول، يا يكمل يا حد ينشه طلقه. والله بقولها لكم يا جماعه، ما هو ملهاش حل تاني. واحد جاي بالدم. تمام، يا نطلع ونقف له دم الدم، لان هو مش هيسكت، ولازم نضحي عشان اجيالنا وعشان باقي عوائلنا. اللي يعيش فيكم يعيش بكرامه. انما انا كده قاعد بكرامتي في الشارع اهو وبقولها لك، انما انت قاعد في بيتك عمال تضحك. والشراميط المنافقين اللي في مصر فاكرين ان الدور مش جاي عليهم، وحياه امك لا تشوف.
وحياة تطبيلك وتعريسك لا تفتكر كلامي. افتكروا كلامي وتذكروه، وقريبا جدا قريبا جدا يا ناس، لان اللي بيحصل ده اباده جماعيه للشعب المصري. بيحصل ده، ومقدرات مصر اللي انهدرت دي واتسلمت تسليم اهالي. يا ولاد فوزيه، يا اللي عامل بطل عليا، اخوك اهو مرمي في الشارع وانت مسدود بالجيش وعبد المأمور، وما تقدرش تفتح بوقك لانك جزمه واخد بالجزمه. انت واخد بالجزمه يا جندي يا عظيم. اخلع يا دفعه وخلي عند امك دم. اخلع، خلينا احنا جنودها واولادها ننزل ندافع عن بلدنا. والله العظيم 3 اول طياره واركبها واجي. بس اتحركوا عشان نقف، اتحركوا عشان نقف لاجيالنا، لحياتنا، لدنيتنا. كل مقدراتكم اتباعت، كل مقدراتكم اتباعت يا اولاد فوزيه. يا فوزيه قاعده في الحكم يا فوزيه يا اختي، فضحتينا يا فوزيه. صوتي يا اختي انت وين؟ ده انتوا فضحكوا بجلاجل. انا قاعد في الشارع عند امك فوزيه. اسال فوزيه اللي حكماها، واسال ولاد فوزيه اللي بيدافعوا عن الظالم ضد شعبها. ويقول لك ابن عمي وابن عمك واخويا واخوك وابن اختي واختك. يا عم صلي على النبي في قلبك. هو ده لو ابن عمك واخوك ما يحطش السلاح في وشك، ولا مؤاخذه ما يحطوش في مؤخرتك، ولا ايه؟ ولا ايه اللي بتسمعوني يا مصريين، يا اللي سامعين وعارفين كل شيء وشايفين الخرا اللي انتوا عايشينه في مصر؟ سكتوكم، بلعوكوا الجزمه، حطوا الجزمه في بقكم. صح يا مصر يا مصريه؟ خليك قاعد انت وهي وتذكر كلامي. وطول ما انا قاعد كده وقاعد لكم في الشارع اهو اليوم الثالث على التوالي، وعشان لما اروح الامم المتحده يشوفوا اللي حصل. متابعين صفحاتي وعارفين، متابعين صفحاتي، وكل ناشط وكل حر وحقوقي وحره يشوف اللي بيحصل لي، لان ده بيحصل لكم من فتره. وقلنا لا مفر الا تجيب حقك وتقف لبلدك. اتاذيتوا جوه وسكتوا بره جوه وبتاخدوا بالجزمه جوه، فعشان كده اتاذينا احنا بره. لان الاذى طني من 11 لما نديناكم اخر مره، تمام، وقلنا قوموا هاتوا حقكم. من 25 اكتوبر لما جه الكلب هنا في القمه العربيه يوم 1 نوفمبر، استدعوني يوم 25 اكتوبر. ما ده حصل معايا 5 ساعات بيحققوا معايا وبيقولوا لي نشيل لك صفحاتك دي. قلت لهم على جثتي دي مثابه شهاده وفاه ليا. الصفحات اللي اتكلمت فيها عن الخنزير، الجبان اللي بيخاف من اي حد موجود في اي بلد. ده حصل معايا يوم 25 اكتوبر اول استدعاء. تخيل يا مؤمن، والله زي ما بقول لك كده يا اخي. انت ليه مش مصدق؟ ليه مش مصدق اللي انا بقوله؟ هو ده اللي حصل. 25 اكتوبر هو جه 1 نوفمبر، تمام. كانوا بيأمنوا عليا عشان قلت لهم كده انا هروح. اكدوا عليا ما تروحش يا مصري. كنت هروح اصور واعمل لايف في بلد عربي. تخيل، عشان تعرف المصري ايه. عشان احنا ما بنخافش يا ابني، احنا ما بنخافش يا ابني. انت اللي خايف وجبان. انتوا اللي علموكوا ابهاتكم وامهاتكم امشوا جنب الحيط. انا اهلي كانوا بيقولوا لي كده. قلت له الحيط دي بتاعتك دي ما تلزمنيش، امشي جنب الحيط ازاي وانا شايف كل حياتي غلط في غلط؟ انا قلت لابويا وامي امشي جنب الحيط ازاي؟ انتوا خليتونا دلوقتي حيط. ده احنا قاعدين في العراء. ده احنا كلنا متعريين، عرت كتفها وعرت ظهرها. صح يا مصريين؟ وعيني عليك يا مصر، عيني عليك انت وشعبها، عيني يا بلدي. شعبها الطيب، انما الخنزير اللي عايش في السوق. وحياة امك وامك لا تتحاسبوا، هتتحاسبوا بمحاكم ثوريه عاجله في قلب الشارع. انتوا لان انتوا السبب. انتوا اللي خليتوا الخنزير ده يتمسكن لحد ما اتمكن، لان انتوا ما عندكمش دم. شايفيننا وشايفين الناس بتتشرد من حوالينا، وشايفين اللي بيكلموكم من سنين على حقوقكم اتاذوا. شريف عثمان اتاذى، وانا اتاذيت، وناس كتير اتاذت. كل ده عشان احنا في بلاد عربيه، الامن والامان، عشان بنقول كلمه حق على بلادنا، عشان بنقول لا اقفوا لبلادكم، عشان قولوا الحقيقه، قولوا الحقيقه لاجيالكم، بدل ما العار ما يمحوا الهويه، بدل ما الاجيال اللي طالعه دي عينيا انتويه يلاقوها مش مصر، يلاقوها منظومه عالميه، حكومه بتحكم العالم من خلال مدينه الاشباح اللي مش ليكم، اللي بيوتكم اتهدمت فيها وعلى جثثكم، وضيعتوا حياتكم وضيعتوا الكل. عاجبك كده يا ابويا امي؟ عاجبك كده يا اختي يا اخويا؟
الى متى السكوت؟ اصل انا مش هسكت، انا كده ميت وكده ميت. انا بقى هخاف من ايه؟ مش هخاف من حاجه، مش هخاف من حاجه. اهو قاعد لك في الشارع، واليوم التالت على التوالي قاعد لك في الشارع، وحياه امكم ما هنحلكوا يا خنازير السيسي، يا اتباع السيسي في مصر. لازم الكل يتحاسب، صح يا سيسي؟ الكل هيتحاسب، والايام بينا، وخليكم شاهدين علينا، وهننزل ندافع عليها بدمنا، بس لما تحسوا ويبقى عندكم دم وتتحركوا تحرك عاجل. والله انا عايزكم في هستيريا الضحك دي يا خنازير السيسي. هستيريا يا ابني، احنا لن ولم نركع الا لله، لن ولم نستسلم، ننتصر او نموت، ننتصر او نموت، ننتصر او نموت. اسمع بس انت وهي، وحياة امكم هنحلكوا، واللي جاي حساب، كشف حساب مفتوح للقديم والحاضر والمستقبل. من البلد دي مش هتفضل طول الوقت ملهاش صاحب، لا احنا ولاد البلد واحنا اصحابها، ولازم نقف لها غصب عن انوف الخنازير اللي في وسطينا، والمنافقين والافاقين والحراميه اتباع ولاد العم اللي خدوا مكتسبات في مصر. ومش هنقبل بتحسين شروط عبوديه، ومش هنقبل بالبديل، ومش هنقبل بالسيسي ذاته اللي ملوش اصلا قانونيا بقانون الهبه بتاعكم، ملوش حكم تاني. عشان تبقى فاهم انت وهي، بالقانون بتاعكم بمسمى القانون والبلد والدوله والنظام وكل ده ضحك عن الدقون، لانها عصابه مجرمه قتله. تمام، احتلوا البلد بمسمى النظام والدوله. فين الدوله؟ الدوله ممتلكاتها ضاعت، اتباعت. ليه؟ عشان انت ساكت، انما تقدر ترجعها. وعندك المحامين اللي يقفوا لك، وعندك الرجاله اللي احنا الحمد لله رجاله اهو. عندكم ما اكثرهم شباب رجاله. اصل الرجوله مواقف، الرجوله مواقف وافعال، مش كل واحد راجل مكتوب في بتاعته ذكر يبقى راجل. فين موقفك؟ فين موقفك؟ كبير او صغير، فين موقفك تجاه بلدك؟ لا حياه المنتونات، قاعدين نايمين على بطونكم وكل واحد مستني دوره، واحنا خايفين. خليك خايف، ما هو زرع فيك الخوف من سنين والقتل والدم عشان انت تموت بالبطيء، وتفضل بلع لسانك على حقك وحقنا كلنا وحق اجيالك اللي جايين. انتوا ليه متجننين كده؟ اللي جاي عمال تشتم ليه؟ بتشتم ليه يا ابن الحراميه انت وهي؟ وانت عشان عايش في خير بلدنا نسكت عليك؟ عايش في خير اجيالنا القادمه نسكت عليك؟ عشان انت تابع لاولاد العم في مكتسباته وعبد ذليل نسكت عليكم؟ مستحيل. بلدنا هترجع، بلدنا مش هنسكت عليها برغم اذانا، وبرغم هنفضل صامدين واقفين لكم بكلمه الحق لغايه لما ننفذ كلامنا بينا. بيدك ان لم تستطع فبلسانك، ان لم تستطع فبقلبك، وهذا اضعف الايمان. معاكم بقلبي وبلساني وبايدي هننزل نقف لبلدنا وقفه رجال، ونرجع كل اللي راح، لان ده حقنا ومكتسبات ولادنا ومكتسبات حياتنا، وكلنا لينا في البلد دي. تمام؟ ما تقوليش الحكومه هتعمل لك ايه، الحكومه قاعده عليك، انت اللي بتصرف عليها، مع ان بلدك فيها اثار، بلدك فيها ذهب، بلدك فيها بترول، فيها غاز، فيها اطيان واراضي، فيها ممتلكات كل بينزعوها دلوقتي وبيحرقوها عشان يبيعوها. تمام؟ بلدك فيها خير لا عد ولا يحصى، ويقول لك الحكومه مش مسؤوله، انت اللي مش عايز تشتغل. يا عم اديني بلدي، حقي في بلدي وانا اشتغل، اديني حقي. انا مش واخد حقي في بلدي، انا مش واخد حقي في بلدي. سمحتوا للي يسوى واللي ما يسواش هنا بره وجوه. لا، المنازل دي لا، ولازم نقف للبلد دي على جثثنا. احنا كده ميتين، وبقولها اهو من غربتي، وانزل لكم 4 ساعات من الجزائر لمصر، انزل لكم في منت. فاهم؟ وحياة امك لو على جمل لاجيلك. حقي مش هسيبه في بلد، لان انا ليا حق في بلدي، عشان ما تهنش في غربتي وتمرمط في غربتي وانت قاعد زي الخون نايم على بطنك سايب حقك للخونه، الكلاب اللي بيحكموك، الكلاب الخنازير اللي بيحكمك صهيوني من ولاد العم، بيحكمك خنزير من ولاد العم. يا ريته لا مسلم ولا له في البلد ولا له في حاجه اصلا، وانت قاعد تغني ظلموه وتقول لي يا سياده الريس. انا بس عايز اسالك سؤال، اللي بتقول سياده الريس انت فين الريس بتاعك ده؟ فين الريس بتاعك ده؟
انا عايز حد يقول لي فين رئيس العصابه اللي عمال يمص دمك ده؟ خلي عندكم دم يا ناس ونادوا بعض. خلي عندكم دم وانا بناديكم اهو، وانا قاعد في الشارع. خلي عندكم دم. لا سبيل الا بالثوره، لا سبيل الا للثوره. وقوف نتحد، اتحادنا قوه، بالقوه. وحدتك هي قوتك. ملايين 110 مليون قاعدين بتتنيلوا وبتتفرجوا علينا ليه؟ انت اللي عايش في الخارة. انت قاعد مستني حد يقول لك تجيب حقك في بلدك؟ انا عايز افهم. انت قاعد تستنى مني انا كلمتين يشجعوك تجيب بالخارة اللي انت عايش فيه؟ رد عليا انت وهو. لا حيدر، ما انتوا نادي مستني موتك. شعب ميت اكلينيكيا. انتوا شعب ميت اكلينيكيا يا ناس. عيب والله العظيم. مصر شعب فيه رجال، واحنا من ولادها رجاله قوي، وهنكمل وهناخد حقنا وحق اجيالنا ومستمرين. مش هتكتموا افواهنا. وعلى جثتي انا، ما انا بقول لك اهو، مش انتوا بتضغطوا عليا ووصلتوني للحال ده عشان ما اتكلمش. ورب الكعبه ما ساكت. يا سيسي انت لازم تتحاسب مش ترحب. يا سيسي انت لازم تتحاسب قدام الناس كلها، ونرد شرف المصريين ونرجع هيبتنا. انت مش عارف قيمه نفسك يا مصري. اشمعنى انت اللي بيتعمل فيك كده في المنطقه العربيه كلها؟ اشمعنى انت اللي بتتهان وبيبان الذل للعالم كله؟ ها، انت فاكر ان انا في الشارع كده مذلول؟ ده انا بقول لك كلمه الحق وانا في الشارع. مش هاممني حد لان انا على حق، والامم المتحده تعلم ذلك. ها، والنظام هنا اللي انا قاعد في بلده يعلم ذلك، وحقي مش هسيبه. انا ليه حق في بلدي. انت ليه عايز تسكتني عن حقي في بلدي؟ اياكم تسكتوا على الجرز اللي بيحكم. ده جرز يا جدعان، ده جرز. ده مش عارف وصل الرئيس ازاي بسبب الخونه اللي فينا والمنافقين والافاقين والحراميه. مصر فيها حراميه كتير يا جدعان. مصر دول عارف العرب لما كانوا بيقولوا لك اللي بيعبوا الهوا في ازايز، هم دول اهو عبوا للمصريين نفسهم الطيبين اهلها. العرب لما كانوا بيقول لك المصري فهلاوي يعبي الهوا في ازايز بيشتغلنا. العربي كان بيقول لنا كده. اخوك العرب مش احنا للاسف اهو من اللي راكبيننا اهو عبوا لكم الهوا في ازايز. وهتشوفوا مش فاضل لكم غير النفس اللي بتتنفسوه. هيمنعوه عنكم الايام جايه. خليك ساكت. شوف يا اخي، يا تكون ما عندكش سبيل الا انك تكون. هني لو مش هتكون هيقطع نسلك ونسل اللي خلفوك. افهم انت وهي. كل وقت بيكسبوه تمام. ده مش في صالحنا. بص اللي حصل في فلسطين، فضلوا يكسبوا الوقت ومجلس الامن والامم المتحده ونروح هنا لغايه لما خدوا فلسطين كلها. فلسطين بقى اسمها على الخريطه؟ لا، ادخل شوف. ده اللي هيصير لمصر، لان مصر اتباعت، مقدراتها اتباعت، مؤسساتها بتتباع، اراضيها بتتباع، كل حاجه بتتباع. خلاص مصر يا باشا على عينك يا تاجر. اتباعت على المشاعل اللي يسوى واللي ما يسواش. امال ايه؟ اتباعت للحراميه، اتباعت لاولاد العم، اتباعت للي عايزين يحكموا العالم، وانت قاعد ضيف عليها مستني موتك. انت مستني موتك ودورك جاي، ورب الكعبه ما هيحل حد فيكم. طول ما انت معاك فلوس تبقى حبيبي. فلوسك خلصت اركن جنب اخواتك، والايام بينا هتندموا ندم شديد. حتى اللي بيعترضني الان وبيشتمني، المنافق الافاق الحرامي، هتندم ومش هتلاقي مكان يسيعك في الدنيا. انا اهو سايعني الشارع وبتكلم بكل حريه. مش منافق زيك افاق جعان حرامي. اخص عليكم. انتوا مصريين ازاي مش فاهم. اقف لبلدك وانت عارف انه خاين يا ذليل. لازم تدفع رشوتك عشان مصالحك تمشي يا كلب يا جبان. باعوا البلد بسببكم، ساعدتوه على بيع البلد. شوفوا، مش هستسلم عن حقي. اليوم الثالث على التوالي وهتكلم عنك يا سيسي يا حرامي. يا ابني اذا نهض الشعب انتهت اللعبه. ايد لوحدها ما بتسقفش. فهمي وافهم انت وهي. ليه لعبوا على فرق تسد؟ ليه فرقونا؟ عشان نقعد نتفرج على بعض كده. اوعى تسكت على بلدك.
اوعى. ولازم هبه شعبيه، لازم. اللي جاي من الثوره، اللي جايه انتفاضه شعبيه عارمه، لازم تبقوا على يقين بده. لازم لازم لازم. بقول عبال وحسي، دركي بيعدي عليا، بوليسي بيعدي عليا، اوريك هو بيعدي عليا. اصبر دلوقتي. وعلى فكره حسي عالي قوي وهيجلجل ومش هسكت، اني بتكلم على حقي وحق بلدي. حبايب اشراكم اخوتي يا باشا، الحمد لله. تسلم يا غالي. هنزل والله ما ساكت، بحق لا اله الا الله ما اتراجع عن حقي ولا حق بلدي. بحق لا اله الا الله لا اتراجع لا عن حقي ولا حق بلدي. وخليكم شاهدين عليا اول باول. وانا مش هاممني مخلوق، لاني بتكلم عن حقي. يا زمن في النفاق، يا زمن في الدفه اتقلبت، الحق بقى باطل والباطل بقى حق. زمن النفاق الرويبضه. صدقت يا رسول الله، صدقت يا زمن الرويبضه. واقفين لكم بالمرصاد وعلى قلب رجل واحد، وهنجمد قلبكم، ولازم تطلع بالملايين في كل شوارع مصر وتهبوا عبتكم. واي واحد يقف لك بالسلاح كتبه عشان نحاسبه. اطلعوا يجروا منكم، لان الاتحاد قوه. قوه الاتحاد قوه. سمعتوا؟ مش هسكت على حق بلد، مش هسكت. لا سبيل الا بالقوه. اتحادنا قوه. امال ايه؟ ده احنا 110 مليون يا ابني. ده انت تهز الكره الارضيه كلها، الكون كله يعمل لك حساب. شوفوا في 2011، بذكركم بس بنبذه في 2011. والله في 2011 يا ناس، والله ده حصل. العالم كله كان بينبرمب بيك المثل، خلي عندكم دم. والشباب لما حست ان هي بلدها بقوا ينضفوا الشوارع، وانا كنت واحد منهم. عشان حسيت انها بلدي، عشان حسيت ان احنا جبناها. بس اتضحك علينا، ومع الايام فهمنا. انا كنت واعي من بدايه 2011، كان مضحوك عليا، بس كنت واعي. اي حاجه بتحصل كنت بنتبه ليها، لاني عارف اللي بيحكمونا عسكر، واللي بيحكمونا دوله عميقه، وخدوا خيرنا من زمان من 52، ومستحيل يفرطوا فيها لغايه لما شاركوهم ولاد العم، لان منهم ولاد عم من زمان. بص يا اخي، والله ما بنفتري على حد، دي الحقيقه اللي مخبينا عليكم. بص يا اخواتي، من ايام جمال عبد الناصر يعترف ان هو من اليمن يهودي، يعترف. قولوا للناس لا. يمسكها السلسال وحسني مبارك والسادات بشركاء مع ولاد العم وخلصوا عليهم. خلصوا عليهم. جمال مات مسموم، السادات مات مقتول، حسني مات محبوب، وصديقي العزيز حسني وبركيت عزا من اسرائيل لمراته، لاني مراته من ولاد العم، امها من ويلز. صح يا جمال يا مبارك؟ يا جماعه احنا بنقول الحقيقه اللي انتوا مش عايزين تصدقوها. انت مش من عيله ثابت غبريال؟ عيلتكم اصلا من ويلز، من انجلترا، من ويلز. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. والله ما بنفتري عليكم. اطلعوا كدبونا، اطلعوا كدبونا، انما لا، تمصوا دم الشعب المصري وتسلموها. ولاد العم لازما يبقوا الساده واحنا العبيد. بتاخدوا بطاركم من الفراعنه؟ بتاخدوا بطاركم من الفراعنه؟ ما احنا ولاد الفراعنه. مش انت فرعون يا مصري؟ شوف فرعون عمل ايه مع سيدنا موسى وبني اسرائيل. ده حقائق تاريخيه ودينيه ووقائع في التاريخ. انتوا بتخلصوا طاركم من المصريين، زلتوهم. مبسوط يا جمال؟ وانت فاكرك يا جمال لو انت هتبقى البديل ولا اخوك، تمام، هتسامح للشعب المصري اللي رفع الجزمه في وش ابوك؟ يا جمال، انت ترفع الجزمه في وش ابوك، وانا واحد من الناس كنت رافع الجزمه في وسطيهم. انا بقول لك يا حبيبي، انت هتسامح ده؟ لا. انتوا قاعدين تتفرجوا على الشعب المصري بعد ما اتسلمت وعاملين فيها ابطال، علاء يطلع بتويتات وانت تطلع تعمل لنا فيها الرئيس البديل. واضحه. احنا مش سذج يا جدعان، احنا قاعدين لكم مصحصحين ولا تحسين لشروط العبوديه. والشعب المصري رجال،
لازم يقف بذاته بنفسه باجياله بحياته. دي ارضك، ده وطنك، ده بيتك، ده شغلك، دي مؤسساتك، دي حياتك، دي حياه اجيالك. انت ضربت بالنار وقاعد عملت تولول. عندك اجيال لازم نسيب لها حاجه. خلاص بقى، انت بقى على نفسك ليه؟ ما احنا انا لو متاكد ان انتوا هتخرجوا دلوقتي اول ما واحد فينا ينزل من على المطار ويقف معاكوا، كان الواحد نزل من الصبح والله. انما مش متاكد من ده. انتوا قاعدين عمالين تتفرجوا، مستنيين واحد يزقكوا، مستنيين قائد لغايه لما القائد الهمام البطل القومي خلاكم ضيوف عليها وضيوف تقال. مالكمش انك تعيشوا فيها. شوف بعينيك، شوف عيشتك انت وهي. ورب الكعبه ما هنسكت عليك يا عبد الفتاح يا سيسي. لا انت ولا اتباعك ولا حكم العسكر اللي انيابه زرقاء، اللي متطعم بولاد العم، اللي امتلكوا وعبوا الكروش. احنا فاهمينكم كويس وقاعدين لكم كويس قوي قوي قوي. وطول ما فينا نفس ممكن تصفوني هنا، بس طول ما انا فيها نفس والله ما ساكت عليكم ليوم القيامه لحد ما امتلك الارض. كلامنا بينا بيدك وبلسانك وبقلبك، وهذا اضعف الايمان. بيدك وبلسانك وبقلبك، وهذا اضعف الايمان. لساني وقلبي وايدي، ايد لوحدها ما بتسقفش. لازم نقف نقطع المخططات بايدك، باتحادنا. ايدك في ايد اخوك كده، ايدك في ايدي، واقفين في الارض. خلصت. الثورة هي الحل. الثورة هي الحل، واللي جاية انتفاضة شعبية عارمة، مش ثورة فقط، عارمة على الذل والظلم والهوان والحقوق ولعنة الدم والدين والوطن، كل شيء كله. واجيالك اللي جاية اللي انت ما بتتحسرش قصاد المراية يا اخويا يا اختي في مصر. ما بتقفش قصاد المراية يا ابني. اعمل لك ايه في الخيبة اللي احنا عايشينها دي؟ انا جبتك للدنيا عشان اذلك معايا. خلي عندكم دم وعرق النخوة ينفض شوية على الدين والعرض والوطن. على الدين والعرض، عرضين اللي في السجون اللي اغتصبوا من بلدكم. كشوف العذرية في 2011. جيشك العظيم عبد المأمور، سامعني يا جندي؟ يا جندي انا ارجل من اللي خلفك يا جندي. يا عبد المأمور مش عبد الله. اخوك واخويا وابن عمي وابن عمك بقولها له. مش احنا كلنا ولاد البلد دي؟ ولا انتوا بس ما بتحترموش الا الاقوى اللي معاه سلاح، اذا كان شرطه ولا جيش، عشان بيهينك ويذلك؟ عيب. خلي عندك كرامه كده، ارفع راسك. انت مصري ولا ايه؟ مصري يا مصريه. ما بتحترموش الا القوي اللي معاه سلاح؟ هو ده المحترم؟ يا منافقين يا افاقين يا عظمات الشرف. النخوه والعزه ان انا اخوك اهو ابنك. بقول لك انا لازم اقف لبلدي ومش خايف من سلاحه لانها بلدي. اهو شرطه اهي، شفتوا؟ شرطه اهي، شرطه اهي، شرطه اهي، شفتوا؟ وسامعني يا ابني. ما حدش يقدر انا بقول لك ما حدش يقدر يكلمني، والامم المتحده شهاده عليا. اي حاجه هتحصل معايا هنا انا بتكلم عن حق بلدي. مش عاجبك؟ انا طالب منك اعاده توطين، خرجني، اسرع في تخريجي من هنا. سامعني في الامم المتحده في الجزائر، سامعيني الحقوقيين والنشطاء. هو ده، هو ده. كن راجل، لا تهب الا الله ولا تخاف الموت. ولا ايه؟ ولا ايه؟ الدرك اهو، شايفين؟ الدرك اهو، الدرك اهو، الدرك الوطني اهو. امال ايه؟ لا انما في مصر ينزل يلطش لك على قفاه. امال ايه؟ ولو وقفنا هخليه يشوفكوا دلوقتي واتكلم قصاده. مش خايف من حد. انا بعمل اللي يرضي ضميري عليه اتجاه بلدي. بالكلمه الان وبالاتحاد هكون كتف في كتفك. مش كلام والله. انا في الشارع مش كلام حبيبي. انا ليا حق في بلدي ما اسكتش عليها حتى بلساني. اوعوا تسكتوا على حقوقكم وعلي صوتك. والا هتموت. هو عايزك تموت وانت ساكت كده، عايز يخلص من النوت. لازم يقننوا الشعب والباقي يبقى عبيد بلا شرف بلا نخوه، اللي هم بقى عاملين يدافعوا عنه دول. فهمت؟ اللي بياكلوا الفتات. اوعى تستسلم. مشكلتنا يا شعب مصر ان احنا نفسنا قصير.
خلي عندك قوه وعزيمه، ولسانك ده ما تحطوش جوه بقك، لازم تخرجه بره وتطلعه له كمان. لان هو قاعد في المكيف دلوقتي عمال يضحك على الشعب المصري، هو ولاد العم خدام ليهم. اللي مش هيلاقوا زيه، مش هيلاقوا زيه في الكون. يسلم مصر تسليم اهالي كده، بطل قومي ليهم، هم قالوها. احنا ما كناش نتخيل بالسرعه دي ان الخاين اللي يجي يحكمها في مصر الجاسوس يسلمها تسليم اهالي كده. والعالم كله شاهد وساكت، لانه بيطعم العالم كله خير بلدك كله. العالم كله استفاد منه، الدول كلها استفادت. حتى اسال الخلايجه كده المناديب، اسال الخلايجه المناديب، اسال كده الامارات كده والسعوديه اللي عايشين على حسكم وحس بلدكم. عيني عليك يا بلدي، مش هنسكت عليها. والله ما ساكت على جثتي، الله المستعان. احذروا حكم العسكر، حكم العسكر خاين، حكم العسكر خاين. سامعني يا جندي يا غلبان؟ سامعني يا ظابط يا اللي فاهم اللي بقوله كويس؟ يا ظابط الجيش، عاجبك كده؟ شردتونا بره وجوه؟ انا في الشارع واهالينا في الشارع اللي شردتوها من بيوتها، وانت تعلم مأخوذ. عاجبك كده يا جندي يا غلبان؟ عاجبك كده يا جندي بتاع المخلة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بتدافعوا عن الطواغيت اللي باعوا بلدنا. حسبنا الله في الجيش المصري العظيم، حسبنا الله فيكم اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا ينتقم منكم يا بعدة. يا رب يرنا فيكم يوم، يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، يا رب ترنا في الظالمين عجائب قدرتك. ربنا ينتقم من الشعب اللي ساكت، وربنا ينتقم من الجيش العظيم اللي خان وبيحمل كلب الجاسوس الخاين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ورب الكعبة مساكن. اليوم الثالث على التوالي في الشارع. سمعني كل الحقوقيين والنشطاء، سمعني يا احمد يا بحيري، احمد يا بحيري، سمعني يا احمد يا بحيري، سمعني يا بهجة يا صابر، سمعني يا ريم يا عزة، سمعني يا ياسر يا ادريس. ايه يا يونس، مش بتدافعوا عن مصر؟ تعرفوني كويس، مش كلكم عارفيني كويس؟ يا معتز، يا محمد يا ناصر، يا محمد يا ناصر، ممكن اتصفى يا محمد يا ناصر؟ انا في شوارع الجزائر اهو يا محمد يا ناصر، اهو بالشهاده اهي يا محمد يا ناصر. خليك قاعد عمال تدافع عن الناس وتجيب اخبار، ومش هين عليكم تتكلموا عني عشان تشوفوا لي حل. خليكم شاهدين يا شعب مصر على معتز مطر ومحمد ناصر وكل الاعلاميين اللي بينادوكم بالحريه وبينادوكم بخير بلدكم. اهو واحد منها كان بيتكلم، مواطن حر تمام، مش ساكت على بلده من ابناء يناير وشاف الموت بعينه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشل. اليوم الثالث على التوالي. السلام عليكم.